السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة كنت أسولف مع واحد من زملائي والكلام يجر الكلام، فبدينا نسولف عن الحلاقين. فهو قال لي يعني من باب الفضفضة والاعترافات، هذه اعترافات آخر الليل على قولتهم، هذه ترى مشكلة. اعترافات آخر الليل هذه ترى تجيب المصايب. كم من واحد اندم على اعترافات آخر الليل. قال إن أنا عندي مشكلة إن إذا جيت أحلق عند الحلاق وقال لي ارفع راسك، يعني ارفع رقبتك او راسك حتى يحدد لك مثلا من تحت تحديد بالموس. يقول اخاف منه، يقول ابدا اتخيل تجيني هلاوس. اقول هذا الحين وش بيرد الحين؟ لو يبي يقص رقبتي قصه ذا الموس، وش اقدر اسوي؟ انا رافع رقبتي له وخلاص، لمسه بسيطه بس او ضغطه بسيطه قص الحنجره، فانتهت السالفه. فسبحان الله العظيم، يعني انا ما كانت عندي اصلا الافكار هذه السوداويه والمأساويه ويمكن حتى الخياليه. فسبحان الله العظيم، بعدها بكم يوم رحت للحلاق، فلما قال لي نفس الشيء والله العظيم يعني على طول تذكرت خويي هذا وتذكرت الموس، وبديت افكر. قلت يعني صراحه كلام منطقي، ما لقيت افكر يعني في الموضوع هذا الا في ذا الوقت. يعني قلت كلام منطقي صراحه، يعني واحد مع موس وانت رافع رقبتك، واصلا يعني ما تقدر اصلا حتى تمد يدك حتى تمنعه، اصلا خلاص اذا قص الحنجره انت موضوعك، دمك كلها يعني حتى لو تركك يعني بس مجرد قص بسيط وابعد عنك خلاص بيتركك اصلا في مكانك. لو بس يبي يقفل الباب عليك الى ان يصفى دمك. يعني منطقي صراحه، يعني لو فكرنا فيها بالعقل، يعني وش يثبت ان الحلاقين هذولي يعني ما عندهم مشاكل نفسيه او امراض نفسيه حتى؟ يعني تخيل، يعني كم مره سمعنا عن واحد مثلا في بلده حبيبته مثلا تزوجت، ثم في الاخير يبي ينتحر، فما عنده الشجاعة ينتحر، تلقاه إما أنه يقتل أحد أو يقتل نفسه. لكن مثل هذا يمكن يبي يقتل الحين، يقتلني مثلا أنا، ثم في الأخير يبي الحكومة تقتص منه وتقتله. يعني خلاص هو بعض الناس ما عنده شجاعة أصلا، يقول أنا ما عندي شجاعة إني أقتل نفسي. فلا بد، وهذا مشهور أصلا حتى يعني معظم أو بعض المنتحرين يقول أنا ما عندي قدرة إني أقتل نفسي، فمضطر إنه يقتل قتل جماعي حتى يطلق عليه الرصاص مثلا ويقتلونه. فيعني سؤالي يعني الحلاقين هذول يعني هل يعني لما يجون يعني هل يفحصوا نفسيا؟ أنا في نظري هذول أهم حتى من العاملات المنزليات. هذا واحد قاعد يلعب بالموس، يعني في ايده موس، يعني في اي لحظة في اي يعني حتى خلنا من مشاكل نفسية مثلا في بلده او ان اصلا عنده اضطرابات نفسية، تخيل مثل هذا صار بينه وبين الزبون مشكلة، وهذه يعني احذر منها، يعني انك يعني لا تتمشكل مع واحد يلعب بالموس او في ايده موس، يعني قد ينتقم منك. يعني خاصة في شيء اسمه قهر الرجال، بعض الناس يقهر الحلاق ويهينه ثم في الأخير يسلم له رقبته. هذا يعني حتى لو أنه إنسان عاقل في لحظة غضب يمكن يقتلك ترى. فأنا قلت حتى بفضفض شوي، لعل إن شاء الله كم واحد يتأثر بكلامي ويبدأ يوسوس مثلي.